اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي الزهراء المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، إمامنا وسيدنا ومعتمدنا ورجاؤنا الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. ونحن بهذه الدقائق القليلة بصدد طرح شيء مفيد، وهو تبيان مدى طعن وغيرة وحسد عائشة لأم المؤمنين الصديقة خديجة بنت خويلد حبيبة رسول الله، وكيف كانت عائشة ابنة أبي بكر تطعن فيها وتنتقص منها وتهينها أمام رسول الله، ورسول الله كان يدافع عنها ولم يسكت. فلقد جاء في صحيح البخاري أصح كتب القوم عن عائشة، كتاب مناقب الأنصار، باب تزويج النبي أم المؤمنين خديجة صلوات ربي وسلامه عليها وفضلها، عن عائشة بنت أبي بكر قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي، ما غرت من خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. هذا الشيء جاء في البخاري. طبعا من خلال هذا الحديث ومن خلال الأحاديث التي إن وفقنا الله من خلال هذه الدقائق القليلة التي سوف نطرحها، نبين مدى حقد وطعن وانتقاص عائشة لحبيبة رسول الله وهي خديجة، فلقد كانت تحسدها وتطعن فيها، حيث إننا نرى أن أم المؤمنين خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، هذه المرأة والزوجة الحنونة المصونة التي جاهدت وصبرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيلة سنوات الدعوة إلى الله سبحانه، حيث إنها جعلت جميع ما كانت تملكه من الأموال الطائلة. أمنا أم المؤمنين خديجة صلوات ربي وسلامه عليها لم تكن فقط صاحبة مال، لا، كانت تجار قريش يضاربون بأموال خديجة، أي كانت هي رأس، هي وزارة المالية كما إن صح التعبير الآن. فكل مصدر الأموال لكل القوافل آنذاك ولكل التجار كان من أم المؤمنين خديجة، فهي وضعت كل هذه الأموال تحت تصرف النبي، هذه الأموال الطائلة وضعتها تحت تصرف النبي الكريم زوجها صلى الله عليه وآله وسلم، فهي خير النساء، وقد بشرها الله سبحانه ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. نعم، أمنا خديجة هي المثال العالي والسامي، حيث لا تستطيع أي امرأة أن تدانيها. فهذه السيدة الجليلة التي عاش معها النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وكان النبي آنذاك في عنفوان شبابه وفتوته ولم يتزوج عليها، النبي لم يتزوج على أمنا خديجة،
لشدة حبه لها حتى بلغ 53 من عمره الشريف، حيث إنه ما أتى بغرة على خديجة. وهذا الشيء يدل على مدى احترام النبي ومعزة النبي وتعظيم النبي لخديجة. نعم. وغالبا ما يكون الإنسان الذي يدعو إلى أمر عظيم مبتلى بقومه وأصحابه والمجتمع الذي حوله، فتراه يعاني ما يعاني، حتى إنه قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، فلقد كانت قريش تؤذي رسول الله، الصبيان يؤذونه، الرجال يؤذونه، النساء يؤذونه، وكان يفر منهم، وقدميه الكريمتين يسيل منهما الدم من ضربه بالحجارة ومن الاستهزاء به. فنجد هذه المعاناة كلها، ولكنه رسول الله عندما يعود إلى داره يجد الراحة والطمأنينة مع أمنا خديجة. عندما يعود النبي آنذاك إلى داره وإلى بيته يجد الراحة والطمأنينة. يجد هذه المرأة الجليلة أم المؤمنين خديجة، فقد كانت لرسول الله الزوجة الصالحة الحنونة، فكانت تواسيه وتحمل الهم عنه والكل عنه، فكان يجد عندها السكن الحقيقي، كما قال الله في محكم كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فكانت هي السكن بكل معانيه والرحمة بكل معانيها للنبي. وإذا نظرنا إلى هذه الرحمة وإلى هذا السكن الذي ذكره الله في محكم كتابه وفصل خطابه، فكانت أمنا أم المؤمنين خديجة تبذل كل الجهد في تخفيف العبء عن كاهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كانت هي المثل الأعلى للزوجة الصالحة المؤمنة المطيعة، وكانت تذلل العقبات لزوجها من أجل نجاح دعوته إلى الله. لذلك نرى النبي لم يتزوج عليها في حياتها إكراما وتعظيما منه لها صلوات ربي وسلامه عليه. فلها من الفضائل صلوات ربي وسلامه عليها التي لا تستطيع أي امرأة من النساء أن تدنو لمقامها السامي. فيقول ابن كثير الدمشقي صاحب البداية والنهاية في المجلد الرابع صفحة 321 و 322، يقول بخصوص أم المؤمنين خديجة، يقول: يجب على المنصفين أن لا يعدلون بخديجة أحدا من النساء لسلام الرب عليها، وكون ولد النبي جميعهم منها إلا إبراهيم، وكونه لم يتزوج عليها صلى الله عليه وآله، وكونه لم يتزوج عليها حتى ماتت، وتقدم النساء بإسلامها وكونها من الصديقات ولها مقام صدق. الله أكبر، ما هذه المنازل العظيمة، ما هذه الفضائل التي إذا ذكرتها والله تطيب نفسي ويطهر لساني بذكر محمد وآل محمد. أولا تقدم النساء بإسلامها، فهي أول من أسلمت وآمنت بالله، وكونها من الصديقات الأربعة، لم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا ومريم وخديجة وفاطمة، فهي من النساء الكمل، ولها مقام صدق في أول البعثة، وبذلت نفسها
ومالها لرسول الله، أي بذلت من نفسها الطاهرة لكي ترضي النبي وتخفف من الجهد عنه. نعم، بذلت نفسها ومالها لرسول الله، ولكن مع الأسف نجد ممن يغلو بعائشة على خديجة. نجد الآن من النواصب ومن الذين يبخسون الناس أشياءهم ويدعون ويقولون إنهم أهل السنة. أين أنتم من حبيبة رسول الله الكبرى سيدتنا ومولاتنا خديجة بنت خويلد؟ وهل توجد امرأة من نساء النبي جاهدت وبذلت وتحملت وصبرت وأحبها رسول الله وأحبها الله كخديجة؟ أين ذوي العقول؟ أين المنصفين؟ لماذا تعدلون بها غيرها؟ لماذا هذا الغلو بعائشة التي لا تبلغ شيء من القيمة، لكن نجدهم يغلون بها؟ وكل غلو بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإذا قلنا لهم لماذا تفضلون عائشة على خديجة، يقولون هذه من قوة التسنن. من قوة التسنن أنك تحب وتغلو بعائشة على خديجة. أين أنتم من رسول الله؟ فنجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد زواجه في المدينة المنورة من زوجاته، وبالأخص من عائشة وحفصة، عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر، نجد إنه عانى ما عانى من إيذاء هن له. كنا يكثرن من إيذاء رسول الله عائشة وحفصة، ولم تتوقف فقط أذية للنبي، لا، عائشة وحفصة. فنجد إن القرآن أخبرنا بذلك في سورة التحريم وصرح القرآن، ونجدهم الآن يقولون إن هذا الأمر هين، مجرد كانت مشكلة في البيت النبوي وأمر هين ومشكلة عائلية وتنحل، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وجاء في كتب السير والحديث ومن كثرة إيذائهن للرسول وما كانتا بفعلهن وقولهن يطعنن ويهينن خديجة، ويقولن لرسول الله إن الله زوجك وأبدلك خيرا من خديجة، وإنها كانت عجوز حمراء الشدقين. يتعمدن جرح مشاعر النبي بهذه الكلمات الجارحة، ويتعمدن عائشة وحفصة أن ينتقصن من حبيبة رسول الله، حبيبة النبي الأكرم. وكان النبي يتأثر، وكانت الكلمات تنزل على قلبه الرحوم، قلبه العطوف كالجبل من ثقلها. وكان النبي يرد ويدافع عن هذه الزوجة، يدافع عن أم المؤمنين خديجة بكل ما أوتي. هذه المرأة التي لم يصدر منها طيلة حياتها معه ما يعكر صفو فكره أو ما يضايقه من أمور. ونجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يرى أن عائشة وحفصة يطعنن ويهينن وينتقصن من أم المؤمنين خديجة، فكان يقول لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، فإنها آمنت بي حين كفر بي الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، وكان لي منها ولد. هنا نرجع إلى بداية قولنا، الحديث الذي ذكرناه في كتاب مناقب الأنصار باب تزويج النبي من خديجة أم المؤمنين، عندما قالت عائشة ما قرت على أحد من نساء النبي، ما قرت من خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكان لي منها ولد. نسأل البخاري هذا
الناصبي، هذا الأموي، هذا المعادي لأهل البيت ومعادي للنبي ومعادي للإسلام. يا البخاري، ما هي الكلمات التي تقول إنها كانت وكانت؟ ماذا كان يقول النبي إنها كانت وكانت؟ ما هذه الكلمات التي دلست فيها وأخفيتها؟ لو كانت هذه الكلمات في مديح عائشة، هل كنت تقول إنها كانت وكانت، أم إن الموازين تختلف؟ ونجد أن قول النبي ما أبدلني الله خيرا منها يكشف لنا عدة أمور، حيث إنه يقول وكان لي منها ولد. إذن رسول الله هنا يقول لعائشة العقيم، كانت عقيما، فلذلك كانت تحسد أم المؤمنين خديجة. يقول النبي وكان لي منها ولد، فكان النبي يرد على عائشة برد ثقيل ويقول لها أنت عقيم ويجرح مشاعرها، وكان يرد العيب بالعيب عليها. وكان النبي يحب عائشة أو يفضلها لما فضل خديجة عليها، وهي قد ارتفقت بالرفيق الأعلى. فكان النبي يرد العيب بالعيب. فهل الزوج عندما يكلم زوجته ويعيرها ويبين لها فضل الأخرى عليها، هل معنى ذلك إنه يحبها؟ ولكن نجد إن رسول الله ما رد بهذا القول إلا لأنها كانت تثقل وتعيب وتطعن في أم المؤمنين خديجة، فلذلك لم يسكت النبي. ولكن نتعجب من البخاري، يقول قال النبي مجيبا عائشة إنها كانت وكانت. ماذا كانت خديجة يا أيها البخاري يا إمامهم وثقتهم؟ ماذا كانت خديجة؟ لماذا تخفي؟ اعلموا أخوتي المؤمنين أن النبي الأكرم كان يذكر فضائلها ومناقبها أمنا خديجة، وكان يكثر من ذلك الذكر، ويذكر الفضيلة تلو الفضيلة، فلم يدع فضيلة إلا قام بذكرها كي يخرس ويلجم عائشة حجرا بفمها بتلك الفضائل التي لن تنالها ولن تصل إلى درجاتها. ففضائل أم المؤمنين خديجة هذه الصديقة كثيرة، وقد كان النبي يسردها لعائشة، ولكن البخاري كعادته يدلس ويدلس ويخفي ويمحو ويبتر ذلك. هذا الشيء ينطوي في قلوبنا. فلقد أتى الآن في بالي صراحة، لماذا كانت؟ هل فقط أنها كانت عقيم ولم تنجب من النبي، أم إن عائشة كانت دميمة قبيحة غير جميلة؟ ونجد لطالما، وهذه طبيعة الأنثى تغار من الأنثى إذا كانت غير جميلة. فيا ترى هل كانت عائشة دميمة قبيحة لكي تغار من أم المؤمنين خديجة؟ ولم يكتفي أو تتوقف عائشة بطعنها وإهانتها لأم المؤمنين خديجة، لا بل تعدت إلى أن تهين عشيرة خديجة وتهين أهلها وأخواتها من شدة بغضها لخديجة وكرهها لخديجة. ولم تكتفي فقط عائشة في هذا الشيء، بل تعد حقدها إلى أهل خديجة صلوات ربي وسلامه عليها. فلقد جاء في صحيح البخاري في المجلد 3 صفحة 207، ونعطيهم رقم الحديث حتى لا يتعبون ويجهدون أنفسهم ويتأكدون من هذا الشيء. في رقم الحديث 3821 عن عائشة قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ارتاع لذلك فقال اللهم هالة اللهم هالة، تقول عائشة فغرت
كانت تغار من هالة أخت خديجة. لقد كانت عائشة تغار من هالة أخت خديجة. قالت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. انظروا كيف تتهجم وكيف تغار من هالة أخت خديجة، تتهجم. انظروا إلى الكلمات القاسية، إلى الكلمات التي مملوءة بغضا لخديجة، إلى الكلمات التي كلها إهانة. وكانت تنظر للنبي عائشة، والنبي يقوم إجلالا واحتراما ويرتاع. البخاري يقول أن النبي يرتاع ويعرف استئذان خديجة، يعني وكأن رسول الله بأبي هو وأمي، هذا العاشق لخديجة بأبي هو وأمي. صورة كبيرة يرسمها البخاري أمامي. يعني النبي مع مضي هذه الأيام والسنين والسنوات ما نسى استئذان خديجة. فلقد كانت خديجة تستأذن على رسول الله، تستأذن، على العكس من المرأة الكذابة في صحيح مسلم وهي عائشة. عائشة كانت تكذب على النبي وتخرج من البيت من غير استئذان وتدخل وتركض، ويأتيها النبي ويلهدها بصدرها لهدة ويوجعها ضربا. البخاري يقول أن النبي عرف استئذان خديجة، يعني بأبي هو وأمي. كان عاشقا، كان متيما، كان كونه وحياته هي خديجة، هي خديجة. تقول فارتاع لذلك وقال اللهم هالة، يعني كان يعظم هالة أخت خديجة. وكان إذا كان يعظم النبي سيد الأنبياء والمرسلين يقوم إجلالا لامرأة وهي أخت خديجة، إذن ما هي العظمة التي كانت بقلب النبي لخديجة؟ ما هي هذه العظمة؟ أي إنه صلوات الله وسلامه عليه تذكر صوت أم المؤمنين خديجة، تذكر كيف كانت تطرق الباب عليه بأبي هي وأمي، فيقوم مسرعا إليها ويقول اللهم إنها هالة لا تدعوها تقف، يعني لا تخلوها توقف عند الباب كثيرا، أدخلوها، هذه لها مقام كبير عندي. فلقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعز هذه السيدة العفيفة المصونة، وكان يحمل لها في طيات قلبه من مشاعر الود والحنان والاحترام، ويكثر من ذلك، ولم ينسها طيلة حياته. فكان دائما يذكرها ويذكر الأيام التي قضاها معها، فهي في ذاكرته ومخيلته، حتى إنه كان يحترم ويعز صديقاتها، مو فقط أختها، صديقات خديجة. كان النبي عندما يذبح شاة يبعث شيئا من اللحم إلى صدائق خديجة، يكرم صديقاتها، هذا هو الحب. لكن ها هنا سؤال يطرح نفسه ونعيده ونكرره دائما: لماذا لم تروي لنا كتبهم ورواياتهم عن باقي أمهات المؤمنين كأم سلمة وغيرها من نساء النبي الطيبات، شيء فيه طعن لخديجة؟ لماذا فقط عائشة كانت تطعن بخديجة وتقول قد أبدلك الله خيرا منها؟ ومن متى صارت عائشة هي أفضل من خديجة؟ لماذا زوجات النبي ما قلنا كما تقول عائشة من سوء الأدب والطعن والإهانة لأم المؤمنين خديجة؟ لماذا هذا التجرؤ على الله والإيذاء لرسول الله من عائشة بنت أبي بكر؟ لماذا؟ ما هذا الحقد يا عائشة؟ ما هذه الروح الشيطانية التي تحملينها؟ يعني وسوف نذكر حديثا جاء في صحيح البخاري في المجلد الثالث صفحة 206 رقم الحديث 3820 باب تزويج خديجة وفضلها، عن أبي هريرة قال:
أتى جبرائيل النبي فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. إذن من خلال هذا الحديث يتبين لنا شيئا كبير ومضامين عالية، حيث إن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يسلم على الأنبياء فيقول فيسلم على نوح في العالمين وكذلك والسلام على آل عمران كذلك في القرآن الكريم. ونجد في صحيح البخاري أن الله سبحانه يسلم على خديجة. وكذلك هذا القول جاء في السنن الكبرى إمامهم أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في المجلد الثاني بتحقيق الألباني، الطبعة الأولى سنة 1427 صفحة 1296. رقم الرواية هذه خبر 8301. أخبرنا أحمد بن فضالة بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال جاء جبرائيل إلى النبي وعنده خديجة فقال إن الله يقرأ خديجة السلام، فقالت أم المؤمنين خديجة إن الله هو السلام وعلى جبرائيل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. هذه المرأة العارفة بالله. أولا نجد أن البخاري ذكر لنا هذا القول، وكذلك جاء في مسند أحمد، وكذلك جاء في السنن الكبرى للنسائي. نجد من خلال هذه الأشياء أن السلام ليس مرة واحدة، إن الله بعث جبرائيل، هبط جبرائيل من السماوات إلى الأرض فقط ليبلغ رسول الله إن الله يسلم على خديجة. انظروا إلى هذه المرتبة الثانية الكبيرة من الفضل. إذن ليست مرة واحدة، إذن يتكرر السلام من الله على خديجة، لأن في البخاري يقول جبرائيل للنبي قد أتت خديجة، وفي السنن الكبرى يقول النسائي وعنده خديجة، يعني خديجة مرة كانت مقرب النبي وأتاه جبرائيل وبلغه، يعني خديجة في البخاري لم تكن بقرب النبي وأتاه جبرائيل وقال له بلغ خديجة من الله السلام. وفي السنن الكبرى للنساء خديجة كانت بقرب النبي. إذن السلام من الله يتكرر، الله 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 يا أم المؤمنين يا خديجة، الله يا أم فاطمة الزهراء صلوات ربي وسلامه عليكن. إذن ها هنا يتبين لنا النقطة الثانية من خلال هذين القولين، أن خديجة بنت خويلد عليها السلام كانت عارفة بالله عندما أبلغها رسول الله السلام. فماذا قالت؟ ماذا قالت أم المؤمنين عندما أبلغها رسول الله أن جبرائيل كان أخبره أن الله يبلغها السلام؟ فقالت إن الله هو السلام. هذا الشيء كبير ومضمون عالي. كانت المرأة عارفة بالله سبحانه، وعلى جبرائيل السلام، وعليك يا رسول الله السلام. كانت مؤدبة عارفة مؤمنة، لا كعائشة كاذبة محتالة
تخرج من البيت النبوي بغير الإذن، تكذب على رسول الله وتتعمد الأذية، والقرآن صرح بأذيتها في سورة التحريم وطالبها الله بالتوبة. ونجد الله في الآية 4 من سورة التحريم شن حربا هو وملائكته ونبيه والمؤمنين على عائشة. هذا الفرق الكبير. هذا القول ليس قولي، فلقد قال ابن حجر العسقلاني وهو صاحب كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري بتحقيق عبد الرحمن بن ناصر البراك في المجلد 8 صفحة 538 يقول، يتكلم حول أن الله قد بعث السلام إلى خديجة وكان يكرر السلام. يقول قال العلماء، هذا قول ابن حجر، قال العلماء إن هذه القصة دليل على وفور فقهها، على وفور فقهها. فلقد كانت أم المؤمنين خديجة فقيهة آنذاك، وعائشة كانت كاذبة محتالة مؤذية لرسول الله. فإن هذه القصة دليل على وفور فقهها، لأنها لم تقل عندما قال جبرائيل إن الله، عندما أتى جبرائيل للنبي وقال له أبلغ خديجة السلام من ربها، فهي لم تقل وعليه السلام. فماذا قالت خديجة؟ قالت إن الله هو السلام. يقول هذه القصة دليل على فقهها لأنها لم تقل وعليه السلام، كما وقع من بعض الصحابة بالتشهد يقولون السلام على الله. يا ابن حجر استر على الصحابة، لا تفضح الصحابة يا ابن حجر، يعني الصحابة كانوا بهايم أغنام لا يفهمون. رفقا يا أيها العسقلاني، يا ابن حجر العسقلاني، لا تفضح الصحابة أمام الروافض، لا تهين الصحابة، فالصحابة عند أهل السنة كلهم علماء، كلهم في الجنة، كلهم عدول. فيقول إذا كانوا الصحابة، من خلال قول ابن حجر أنا أستفيد أنهم كانوا ليسوا عارفين وكانوا جهلة، اي والله جهلة. فيقول كما وقع من بعض الصحابة بالتشهد يقولون السلام على الله، فنهاهم النبي وقال إن الله هو السلام، فقولوا التحيات لله. ونجد أن خديجة عرفت ذلك لصحة فهمها، كانت صحيحة الفهم. إن الله لا يرد عليه السلام كما يرد على المخلوقين، لأن السلام اسم من أسماء الله، وهو أيضا دعاء بالسلامة، وكلاها لا يصلح أن يرد به على الله. فكأنها قالت كيف أقول عليه السلام والسلام اسمه جل جلاله، ومنه يطلب ومنه يحصل، فيستفاد منه أنه لا يليق بالله إلا الثناء عليه، فجعلت مكان رد السلام عليه الثناء عليه بما يليق به وما يليق بغيره، فقالت وعلى جبرائيل السلام، وقالت وعليك يا رسول الله السلام. ويستفاد منه رد السلام على من أرسله ومن بلغه. انظروا إلى المضامين الكبيرة. والذي يظهر أن جبرائيل كان حاضرا عند جوابها، فردت عليه وعلى النبي مرتين، مرة بالتخصيص ومرة بالتعميم. إذن هنا يتبين لنا من خلال قول ابن حجر العسقلاني أنها كانت جالسة، أن أم المؤمنين خديجة كانت جالسة بمحضر جبرائيل وترد السلام عليه. الله الله يا أم المؤمنين، الله الله يا خديجة بنت خويلد يا أمنا. ويعدلون بها ويجعلون أبناء السنة مع الأسف يجعلون عائشة أفضل من خديجة. وهل لعائشة ذرة من فضائل خديجة؟ ذرة واحدة؟ ما لكم كيف تحكمون؟
ما لكم كيف تحكمون لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نأتي ما يقوله الثعلبي، هذا من وجه المقارنة فقط. انظروا إلى المرأة العارفة وهي خديجة، وانظروا إلى أسلوب عائشة، هذا الأسلوب المهترئ العفن الذي إن يدل عن أنها وقحة بكل معنى الكلمة، وقاحة. مرة يضاجعني وأنا صائم، مرة يباشرني وما إلى ذلك. والله لا أحب أن أذكر هذه المواضيع وأحاديثها الجنسية احتراما للأخوة الموجودين في الروم المبارك. فيقول الثعلبي في تفسيره المعروف بتفسير الثعلبي في المجلد التاسع صفحة 210 الطبعة الأولى سنة 1422 دار إحياء التراث العربي بيروت. يقول في تفسيره في سورة الواقعة الآية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، الآية 35. يقول المسيب ابن شريك قال هن عجائز الدنيا أنشأهن الله خلقا جديدا كلما آتاهن أزواجهن وجدوهن أبكارا فلما سمعت ذلك عائشة قالت ووجعاه فقال رسول الله ليس هناك وجع. يعني هذه الأمور اللي شاطرة فيها فقط أمور جنسية، أمور وسخة، أمور سريرية. وانظروا إلى أمنا الصديقة خديجة بنت خويلد وهي العارفة الفقيهة التي تجلس بمحضر جبرائيل. كذلك ما ذكره الآلوسي صاحب كتاب روح المعاني في المجلد الرابع صفحة 183، يتكلم بكلام حول الثريد ولكن يبين فيه فضيلة لأم المؤمنين خديجة، ويقول إن حديث الثريد معارض بما يدل على أفضلية غيرها، أي عائشة يوجد أفضل منها. فقد أخرج ابن جرير عن عمار بن سعد أنه قال رسول الله فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين. فيقول الآلوسي نجد أن هذا الحديث أظهر في الأفضلية وأكمل في المدح عند من انجاب عن عين بصيرته قيم التعصب والتعسف. فهذا هو الفرق الكبير. الله يسلم على خديجة ويبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ونجد صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن إمامهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي في المجلد 21 صفحة 104 مؤسسة الرسالة، يقول في ذيل الآية 10 من سورة التحريم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا إلى آخره الآية. يقول ضرب الله ذلك المثل مثل ضربه الله للذين كفروا، مثل ضربه الله يحذر به عائشة وحفصة في مخالفتهن للنبي. ضرب الله هذا المثل يحذر به عائشة وحفصة في المخالفة حينما تظاهرتا على رسول الله. فهذا إمامهم القرطبي يصرح أن عائشة وحفصة ضرب الله لهم مثلا وشبههم بالكفار تحذير وتشدد من الله سبحانه اتجاه هاتين المرأتين. قد كان رسول الله يكرم خديجة ويحبها ويثني عليها ويثني على أصدقائها ويحب أهلها ويقوم إجلالا، وكذلك كان يحب فاطمة حبين، حب لها لأنها بضعته وحب لأنها بنت خديجة. فهذا الفرع من هذا الأصل الطيب. ولا تكفينا ساعة صراحة تجف الأقلام من إنها تستطيع أن تذكر ذرة من فضائل
خديجة. ونذكر هذا القول الذي ذكره النيسابوري حتى نكمل هذه الساعة بحمد الله. وهذا القول إن يدل على شيء لطيف جدا، والمتابع معنا سوف يلتفت إلى نقطة جميلة، وأن النبي كان يقوم إجلالا لخديجة، ويقوم إجلالا لهالة، ويقوم إجلالا لسيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء النسمة الطاهرة الصديقة الكبرى أم أبيها فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد جاء في كتاب فضائل فاطمة الزهراء للحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صفحة 35 حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني حدثنا عثمان بن عمرو حدثنا إسرائيل عن ميسرة ابن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة بنت أبي بكر أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا من فاطمة برسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها وقبل يدها وأجلسها بمجلسه. تقول: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا من فاطمة برسول الله، وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها وقبل يدها وأجلسها بمجلسه، وكان رسول الله إذا دخل عليها رحبت وقامت وأخذت بيده فقبلتها. إذن هنا ينكشف لنا شيء جميل، أنها ما قالت إنها كانت صغيرة وتدخل على النبي، أي إن فاطمة كلما تدخل على النبي يقوم إجلالا لها، فهي بنت خديجة، فهي النسمة الطاهرة التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، هذه بنت خديجة، فكل أقارب خديجة يقوم النبي إجلالا لهم، ورسول الله لا يفعل العبث، ورسول الله يعرف أنهم أجلاء، يعرف أنهم ذو شأن، هالة ذات شأن، خديجة ذات شأن، فاطمة الصديقة الكبرى ذات شأن. فلذلك كان النبي كلما تدخل عليه يقوم إليها فقط، لا، ويرحب بها. فتقول قام إليها ولم تقل قام لها، قام إليها أي إنه قام وسعى إليها يستقبلها ويرحب بها. هذه فاطمة بنت خديجة، فيأخذ بيدها ويقبل يدها ويجلسها. والآن العرب تعرف أن من باب الإكرام أن الشخص إذا تكرمه تجعله بمكانك أو أفضل من مكانك، فكان النبي يكرم فاطمة بنت خديجة. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.